ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. النهارده بقى هنجرب الشوي في حديقة الدراجات في مدينة المستقبل، ويلا بينا نشوف الفيديو بيقول ايه. قول يا دوحة. طبعا اول حاجة هنجيبها معانا نجيب كده ايه عيدان الخشب، عشان الخشب بيقوم الفحم كده. طبعا انا كنت هجيب شوايه زي دي كده، بس عشان في العيد فما فيش شوايات متاحه، لان اصلا دخول الشوايه ب 100 جنيه. انت اصلا يجيبوا لك شوايه من هنا ب 150 جنيه، فمش فرق كتير يعني. فانت الافضل ان انت تجيب شوايه من هنا، تمام. وفي نفس الوقت ان الشوايه اللي كانت معانا مش قد كده برضو، فكنت عايز اخد شوايه من هنا بس ما لقيناش شوايات خالص. فهنشوي بقى على حاجه كده تقضي الغرض، ويلا بينا نشوف هنشوي ايه معانا النهارده. كده بقى بدأ يولع. هنحط بقى اول حاجه معانا كده الفراخ على الشوايه. طبعا احنا جايبينها متبله ومبيتينها من قبلها بيوم. طبعا انا اللي ما قعدتهاش في التتبيله، امي اللي عملتها. بتتبلها ازاي يا ماما؟ حط بقى ايه ملح وفلفل وبهارات. ملح وفلفل وبهارات وميه وبصل، صح؟ بصل وملح وفلفل وبهارات، ماشي. ونفردها كده بقى على الشوايه كلها. احنا هنا جايبين فرخه، هي الفرخه ب3 وراك لا النهارده جايبين وراك مش فرخه. حطيناها على الفحم زي ما انتم شايفين، ووزعناها كده. محمد بقى بدأ يقلب ايه الشوايه كده. طبعا محمد بقاله كتير ما بيطلعش معانا في الفيديوهات. ما انتم شايفين كده، هو هنا الهوا شديد فالفحم شغال الله ينور، فالفراخ زي ما انتم شايفين كده ايه تبقى حلوه يعني. نشكشكها كده زي ما بيقولوا عشان نشوف هي استوت ولا لا، يعني لحد ما خلاص يعني. اهو ده شكلها كده زي ما انتم شايفين، خلاص قربت تستوي. نبدأ بقى بعد كده نرص اللحمة زي ما انتم شايفين. نبدأ بقى كده ايه نهوي بغطا الحلة ولا غطا البتاع دي، عشان مفيش اي امكانيات هنا، غطا العلبة. وزي ما انتم شايفين شكلها كده بدأ يبان عليه. كده بقى بدأت تستوي، وريحتها بصراحة جامد قوي، وشكلها كده زي ما انتم شايفين. وبنقلب بقى كده اللي ما استواش. هنبدأ بقى كده ايه نشيل واحدة واحدة اللحمة زي ما انتم شايفين. شكلها كده 100 100 بصراحة من الآخر. دي لسه سيكة. بس كده بقى شيلنا كل اللحمة، وزي ما احنا قلنا التتبيلة سهلة جدا، ملح وفلفل وبصل من غير أي افتكاسات. جامدة. نبدأ بقى كده نشوف طعم الفراخ. بسم الله. جامدة بصراحة، وطعمها مستوي زي ما انتم شايفين كده، والتتبيلة طعمها حلو. بس وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحة. يا عم انت هتودينا في داهية. اوعى اوعى يا عم.